عقد فريق الوداد البيضاوي أول أمس الأربعاء مع فريق الكوكب المراكشي من أجل جلب المدافع الأيسر عبد الجليل جبيرة لحمل قميص الوداد مقابل مبلغ مالي قدره 2,000,000 درهم. ووقع العقد من جانب فريق الوداد البيضاوي نائب الرئيس سعيد الناصري الذي أشرف على المفاوضات مع الفريق الكوكب المراكشي الذي وقع رئيسه فؤاد الورزازي العقد الذي بموجبه يعزز فريق الوداد البيضاوي صفوفه بالمدافع الأيسر اللاعب جبيرة، في الحين سينتقل اللاعب علي الراشدي من فريق الوداد البيضاوي للعب في صفوف فريق الكوكب المراكشي مقابل مبلغ مالي قدره 1,000,000 درهم. إلا أنه وبعد الاجتماع المكتب المسير لنادي الوداد البيضاوي تقرر فسخ العقد المذكور والتراجع عن تنفيذ بنوده والاستغناء عن خدمات اللاعب عبد الجليل جبيرة الذي كان ينتظر أن يؤشر على العقد داخل أجل 4 أيام. سعيد الناصري في اتصال معه فسخ العقد المذكور متحفظا عن ذكر الأسباب، في حين أكد المصدر المطلع من داخل إدارة الفريق الأحمر رفض ذكر اسمه أن فسخ العقد ناتج عن إصابة اللاعب بإحدى رجليه، وربما هو الشيء الذي كان وراء عدم قبوله ضمن تشكيلية الفريق الوطني.